هذه إذن ال11 بالنسبة لمنتخبنا الوطني الذي يلعب بالفانيلا البيضاء في هذه الليلة، بينما الفريق الإماراتي اليوم على غير العادة، الأبيض كالعادة، لكن اليوم يلعب بالقميص الأحمر بقيادة المدرب الإماراتي ماجد الزعابي. نزلت المحاولة لصالح منتخبنا الوطني، البحث والتقدم، الاستمرارية. منتخبنا يستحوذ أفضل في الدقائق الأولى، عرضية لكن الدفاع الإماراتي يبعد. الكرة وصلت، الكرة لا زالت عن طريق أكرم خالد، يحاول يبحث المدافع، التمريرة إلى رمزي، الكرة لا زالت، الدربكة حاضرة واللعبة والتسديدة، لكن الدفاع الإماراتي يستبسل، الدفاع الإماراتي يقف في الكرة الماضية. عادت المحاولة، علي شفيق سدد، أوه يا لها من كرة. يأتي في الدقيقة 18 أحمد ناصر بالرقم 7 يأتي في مكان عبد الرحمن القفيلي. منتخبنا يجري أول التغييرات الاضطرارية، التسديدة، لكن الكرة. شعب طموح، شعب يعشق الحياة. لليمن هذه الكرة خطيرة لمنتخبنا للأول. الكرة لا زالت داخل المنطقة، عاد الدفاع الإماراتي، عاد الدفاع الإماراتي، المحاولة لا زالت، الكرة قطعت، لا وجود لقرار. حكم المباراة كان قريب، يحاول لصالح المنتخب الإماراتي عن طريق سالم جمال، يبحث يغير اتجاه اللعب أقصى اليسار. عيسى أحمد يستلمها ويتقدم من خلالها، خطيرة إماراتية، والهدف الأول. هدف أول لصالح المنتخب الإماراتي في هذه اللحظات عن طريق اللاعب حسين يوسف، يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الإماراتي. نعم، هدف أول عن طريق حسين يوسف في هذه اللحظات بعد تقدم وتوغل من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب عيسى أحمد. كرة إماراتية أولى بالنجاح، الفريق الإماراتي يخلقون الفرصة الأولى ويسجلون الهدف الأول ويتقدمون في نتيجة المواجهة 1-0 للفريق الإماراتي. سلطان عبد الرحمن وليد، عبد الله عوض من الجهة اليمين، التمريرة إماراتية عن طريق سالم جمال، يتقدم من الجهة اليمنى بالحل الفردي وبالمهارة. سالم جمال عدى، خطورة، ولكن حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود لقرار في اللعبة الماضية. عادت لصالح منتخبنا الوطني، راحت عن طريق هيثم الفقيه. هيثم واحد أيضا من النجوم التي تألقت في كرغستان، وصلت لصالح منتخبنا. التمريرة حلوة من الجهة اليمين، يجيبها هيثم، جابها هيثم، قاتل عليها هيثم لصالح منتخبنا الوطني. هيثم يستمر بالحل الفردي، هيثم يمرر، الخطورة، أوه يأخذ مكانه في هذه اللحظات بالنسبة لفريق الإماراتي. تنطلق المواجهة وينطلق أحداث شوط المباراة الثانية. الأحبة الكرام، عادت لصالح الفريق الإماراتي، اللعبة مستمرة، الكرة وصلت، تحولت إلى رمية جانبية لصالح منتخبنا الوطني من الجهة اليمين، خطيرة يمنية، أوه يا لها من كرة. 48 من عمر هذه المواجهة، عرضية ترسل عالية بالراس، الله الله برؤوس المدافعين، يرتقي اليماني عن طريق علي المغدي. هدف التعادل، أشبال سبا يسجلون العودة، يسجلون العودة، يبرهنون أن الظروف مجرد اسم على الورق. هدف التعادل لمنتخبنا، يعودون في هذه اللحظات، صرخة المدرجات، فرحة الجماهير. اليمن تسجل لصالح المنتخب الوطني. الآن على التنفيذ، كرة لصالح بشير سيلان، متعهد الكرات الثابتة، هذه كرة الهدف، عرضية عالية، الراسية، التسديدة، أوه
جانبية لصالح منتخبنا. محمد صادق على التنفيذ. اشتعلت المواجهة، حلوة الدقائق، عرضية ترسل عالية في المنطقة، خطيرة للفرصة للهدف. اوه اوه اوه، ركلة جزاء، ركلة جزاء. لعبوا بروح الرجال، لعبوا بروح الأبطال. ها هم يعودون إلى المواجهة، ها هم يعودون إلى المباراة. منتخبنا بإذن الله لأن يقلب الطاولة. بشير بأقدامك معلقة آمال الملايين. بشير جاب البشارة، هدف ثاني لليماني. بشير يسجل، بشير يضعها. منتخبنا يقلب الموازين، منتخبنا يقلب الطاولة. 2-1 صارت النتيجة. عادت اليمن بروح صغارها الأبطال، بروح صغارها الكبار. 2-1 صارت النتيجة. يا لها من لحظة، يا لها من دقائق. الجماهير صنعت الحدث، والمخرج فهمني. روح على المدرج. اي والله اعطيني المدرج. قبلة على جبين كل واحد يهتف وحاضر في المدرج. حضروا من أجل اليمن، رفعوا علم اليمن عالي. بالفعل بطاقة صفراء ستنفذ لصالح الفريق الإماراتي من مسافة ليست بالقريبة. المنتخب الإماراتي سيحاول بكل ما أوتي في اللحظات القادمة لإدراك التعادل. خطيرة هدف التعادل للفريق الإماراتي، ويسجل في هذه اللحظات لعبة مرت على الكل ووصلت إلى الشباك عن طريق سالم جمال. يسجل السبعة إلى دور ربع النهائي. المجموعة الثانية اليابان تأهلت بشكل شبه رسمي. الكرة ترسل لصالح منتخبنا، عرضية عالية خطيرة عدت على الكل، راحت إلى ركلة مرمى. علي المغدي، أكرم خالد في منطقة الجزاء. سلام بشير يرسل كرة طيلة عالية خطيرة يمنية الراسية. الكرة راحت إلى ركلة ركنية. يا لها من كرة، يا لها من خطورة في اللعبة الماضية. كانت قريبة جدا اللعبة الأخيرة، وكاد منتخبنا أن يسجل الهدف، ولكنها بتغطية دفاعية إماراتية تحولت إلى وجود ركلة ركنية. ركلة ركنية. سلام بشير في الكرات الهوائية العالية. سلام بشير وحدة يا سلام، يمنية الآن. كرة بتلعب، عرضية ترسل عالية وبالراس، لكن الدفاع الإماراتي يبعد الخطر في اللعبة الماضية. منتخبنا يضغط من أجل الهدف، منتخبنا يقاتل من أجل الهدف. يمنية من الجهة اليمين، المحاولة العرضية ترسل بالراس خطيرة. الله، تيكي تاكا يمنية، هدف عالمي، هدف يمني يسجل عند الدقيقة 85. منتخبنا يسجل. يا لها من كرة، هدف يمني في هذه اللحظات. عاندنا الظروف، عاندنا الصعوبات، أثبتنا للكل أننا متواجدون. منتخبنا يسجل الهدف الثالث عن طريق المهاجم محمد صادق. يصادق على الكرة ويسجلها في الشباك. أحمرنا يسجل، منتخبنا الصغير، أشبالنا الرجال، أبطالنا الكبار ينشرون الفرح إلى كل محافظات اليمن. وصلت إماراتية تلعب خطيرة. وسام الأصبحي على يسار وسام الأصبحي. الكرة الأخيرة وصلنا إلى 97. الوقت بدل الضائع. ركنية إماراتية ترسل عالية وطويلة خطيرة، لكن الكرة عدت والكرة وصلت، وحكم المباراة أطلق الصافرة. نعم، منتخبنا ينتصر في الجولة الثانية ويحقق النقاط الثلاث الثمينة. نحو قطر سائرون، نحو الدوحة ماشون بعزيمة أشبال اليمن الصغار. بهؤلاء الأبطال نكبر. الأحلام بكم أكبر، واليمن بكم ستكون في المحفل العالمي. الجماهير تحتفل واليمن تنتصر ب3 أهداف من أمام المنتخب الإماراتي. مبروك جماهيرنا، مبروك لكل الجماهير
اليمنية. وثق الصورة، وثق الصوت، وأعلن للكل أن اليمن حاضرة هذا الصغير وذلك الكبير. احتفل واذكر للكل أن اليمن ستحتفل وستعود لها الفرحة بإذن الله. هارد لك للمنتخب الإماراتي، مبروك لمنتخبنا الوطني، انتصار ونقاط 3 مهمة جدا نحو السير إلى البطولة العالمية. مباراة كوريا الجنوبية ستكون مهمة جدا، ستكون نقاطها ال3 هي الأهم. ارفع العلم عاليا، رفرف عاليا يا علم بلادي. مبروك لمنتخبنا الوطني، هارد لك لمنتخب الإمارات. مباراة